ايه هو اللي لازم حازم؟ لازم حازم يا جدعان، لازم حازم ليه؟ وحازم اصلا يا جدعان، اللي اي واحد بيجري ورا منصب خاصة في حاجة زي كده، ويجي يقول لك بعد كده انا ما طلبتوش، انا طلبت له، اصل الناس مش مرشحاك. ريح. الناس ما رشحتكش، انت رشحت نفسك. الناس ما طلبتكش تبقى رئيس، انت اللي طلبت ان الناس ترشحك تبقى رئيس. الناس ما قالتش احنا لو اسماعيل ما بقاش رئيس احنا هنعتصم. انت اللي طلبت منهم ان هم يعتصموا. يعني انت من الاخر بتحرك الناس وبتحرضهم على الطريق، بتحرضهم في يعني يعملوا حاجات اللي انت عايزها علشان تقدر تتملك. يعني من الاخر انت راجل طالب ده وبتدور على ده، بتدور عليه ليه؟ وبتحاول في الكلام ده ليه؟ انتوا لو فعلا بتوع اصلاح وبتوع كده وبتاع ده، يا عم ما تعمل، انتوا ماسكين البرلمان، ممكن يعملوا حملات وعي، توعية، يوعوا الناس ويعلموهم الاسلام الصح. طالما انتوا عايزين تعلمونا الاسلام الصح، علم الناس. افتحوا مدارس لتعليم الاسلام وتعليم القرآن، افتحوا اماكن للدعوة، اعملوا جمعيات خيرية لموا فيها فلوس للناس الغلابة والناس اللي مش لاقية تاكل. مش تصرف لي فلوسك في الانتخابات يا ابن الهبلة وما انتش هتكسب. ودي اخر حاجة هتحصل في الدنيا، ان انت او انت تكسب، انت او اي واحد بده مش هيكسب. صح. مش مش هتحصل. هتحصل. يبقى انت ما بتعملش حاجة غير ان انت بتولع فتنة. دي اسمها فتنة. هتقول لي اصل احنا لازم نعمل عشان نبدأ نجاهد، وعشان لازم نبدأ من دلوقتي، وتفتكر لي فيها نفسك المهدي المنتظر. بالعقل كده يا حبيبي، انت قبل ما تعمل اي حاجة وقبل ما تفكر ان انت تحارب عدو خارجي، لازم تكون مستعد لحاجة زي كده. اصل احنا هنجاهد بقى ضد اليهود، واصل احنا هنروح نحرر فلسطين. انت لا انت جاهز لتحرير فلسطين، ولا انت تعرف تحرر فلسطين، ولا انت تعرف تعمل اي حاجة. ومن الاخر، لو واحد كافر وواحد مسلم الاتنين ما بيعرفوش يعوموا ونزلوا البحر، ربنا ومش انت ما بتعرفش تعوم والكافر بيعرف يعوم ونزلتوا البحر، ربنا مش هينجيك. هينجيك ليه؟ هو هينجو علشان هو بيعرف يعوم، انت هتغرق علشان انت اهبل. صح. بسيطة. صح. بسيطة. لو كان الوضع كده، لو هو ده الكلام الصحيح، ما كانش الرسول هرب عليه الصلاة والسلام وهرب من المكة للمدينة. كان زمان وقع زي ما هو وربنا قضى عليهم. بالعقل. صح. هرب ليه؟ عشان يوري للناس انهم لازم يصبروا ولازم يجاهدوا لا، هرب علشان تنشر فكريا. الدعوة بتاعته، ايوه، هرب هو علشان لازم ينشر يجاهدوا الدعوة فكريا. بتاعته وينشر الدعوة ايوه. بتاعته. يلم الناس حواليه. يوم ما يبقى مستعد، تبقى مستعد للحرب تحارب. انما انت ما حدش هاجم عليك. انت تحارب وتبقى موت شهيد لو انت حد هاجم عليك، انت ما انتش مستعد. اه حد هاجم علينا، دافع. انت بتدافع عن ايه؟ وما عندكش استعداد، ما عندكش الاستعدادات ان انت تعمل اي حاجه خالص. يبقى تريح، تستعد. وعي الناس، علم الناس، ظبطها. علم الناس، وعي فكرهم، وعي له توعيه، توعيه، مش اي كلام. يا عم الناس دي لا تصلح، ناس لا تصلح بتاتا لاي حاجه.